تخيل كده تدخل مقابله شخصيه واللي قدامك ده مش بني ادم، لا تعبيرات وش ولا مجامله ولا احساس ولا اي شيء، ده اي او ذكاء اصطناعي بيقيمك بالارقام وبادخال المعلومات. طيب اولا يعني ايه مقابله اي او يعني ايه مقابله بالذكاء الاصطناعي؟ بعض مواقع التوظيف دلوقتي بتعمل مقابلات باستخدام الذكاء الاصطناعي، بتسجل فيديو او صوت وتجاوب على اسئله، والاي اي هو اللي بيقيم اجاباتك قبل اي اتش ار بيشوفك او كده. طيب ثانيا الاي اي ده بيقيمك على ايه بالظبط؟ اولا السيستم بيركز على حاجات محدده جدا في المقابله دي. الكلمات المفتاحيه في اجاباتك فمهمه جدا وانت بتجاوب تستخدم الكي ووردز اللي جايه من الجوب ديسكريبشن او انت بتستخدمها في السي في اللي انت مقدم فيه على الوظيفه. وضوح الكلام دايما وتنظيمه واختصاره. نبره الصوت والثقه والاي كونتاكت بتاعتك، سرعه الرد ولغه الجسد وتعبيرات الوجه في الفيديو مهمه جدا جدا. يعني هو مش احساس، دي بيانات وتحليل. طيب ثالثا ايه الاخطاء بقى اللي ممكن توقعك في مقابله الاي اي وانت بتعملها؟ اكبر اخطاء موجوده على الاطلاق اجابات قصيره قوي زياده عن اللازم او جينيريك قوي او عامه، لف ودوران كتير من غير الكي ووردز، يعني تتكلم كلام كتير وهبد كتير من غير ما تتكلم كلام فيه الكي ووردز اللي موجوده دي، كلام عشوائي حبه من هنا وحبه من هنا وانت اللغه مش مساعداك لو كانت الانترفيو ده مثلا بالانجلش او باي لغه ثانيه، صوت واطي كده او متردد او سكوت بين لحظه والثانيه، باصص بعيد عن الكاميرا دايما وما بتعملش اي كونتاكت، اجابه من غير استراكشر واضح ومن غير تنظيم معين. طيب ازاي بقى تنجح في مقابله الاي اي ده؟ علشان تعدي المقابله دي ركز في اللي انا هقوله لك ده، استخدم نفس مصطلحات اعلان الوظيفه، دي حاجه مهمه جدا جدا جدا، ودي اول تشيك مارك هتحصل في المقابله بتاعتك. جاوب بطريقه منظمه قوي، مشكله تصرف نتيجه ارقام، الحاجات دي مهمه جدا. اتكلم بوضوح وسرعه و يعني سرعه متوسطه، مش تكروت عشان ما تقعش في الخطا اللي فوق. يعني ايه؟ تخلي كلامك دايما منظم وبرتمه ماشي طبيعي، يعني ما تبقاش بطيء او بتفكر في الكلام قبل ما تقول. بص في الكاميرا وخلي دايما في اي كونتاكت، ابتسم دايما واظهر ثقه حتى لو زياده عن اللزوم وانت بتتكلم. درب نفسك قبلها وسجل كده فيديو تجريبي، فيديو او 2 أو 3 عشان قبل ما تخش المقابله تبقى انت مدرب ان انت تتكلم مع الكاميرا او تتكلم مع حاجه نون هيومن او مش بني ادم يعني. مقابله الاي اي مش عايزه تمثيل ولا عايزه افوره، عايزه وضوح وتنظيم وكلام مباشر وتحس ان انت متعود انت واقف كانك واقف قدام بني ادم عادي جدا. افتكر دايما السيستم بيفهم اللي انت بتقوله مش اللي انت حاسس بيه او عاوز تقوله. الذكاء الاصطناعي دخل التوظيف خلاص، واللي مش مستعد له هيتفلتر للاسف ومش هيوصل لاتش ار حقيقي او يوصل لفريق الموارد البشريه اللي بيوظف حقيقيا. يعني حضر نفسك صح وخلي دايما الاي اي يعديك، زي موضوع الاي تي اس وزي حاجات كتير قوي. الانظمه التقنيه او الالكترونيه انت محتاج تفهمها علشان تعديها، علشان توصل لمراحل المقابلات مع الاتش ار. يا رب اكون دايما بفيدكم بمعلومات واشوفكم دايما بالتوفيق، ولو المعلومه دي فادتك شاركها مع غيرك، واشوفكم دايما على خير والسلام عليكم.